بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك كده حزمة جرجير كده هو تعالي نعمل بيها احلى مشروب بجد كده. حلو جدا للطاقة وللذاكرة، مقوي كده عام، يعني احسن بقى من الفيتامينات والحاجات اللي بنجيبها من الصيدلية. وكمان حلو للاولاد جدا وبدون سكر نهائي. هنحليه كده بدون سكر وبدون عسل كمان. هنحليه بمكون كده مغذي جدا وموجود كده، يعني هتلاقيه موجود عندك في البيت. ولو مش موجود هتجيبي كده هوت بتمن رخيص. اهم حاجه الفيديو دوت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وشير الفيديو ده لحبايبي كل اصحابك عشان الكل يستفاد. بجد الوصفه ديت تستحق ان هي الكل يشوفها عشان خاطر يعني الكل يستفاد بيها. وكل اللي هيستفاد بيها بجد يعني هيدعي لكم. بصوا بقى معايا كده حزمه جرجير لقيتها كمان كبيره، رحت جايه هاخد كده حوالي نصها بس. هبص كده فيها لو فيها مثلا اي حاجه صفرة او عود دبلان او حاجه اشيله. وهشيل كده الجزء اللي فوق دوت. هغسلها بقى كده غسله كويسه كده زي ما بتغسلوا الخضار بتاعكم في العادي. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. حزمه وشلت منها، لو انت شاريه الحزمه صغيره اعمليها كلها. لو كبيره هتقسميها زي ما انا عملت كده اهوت. خلاص كده انا غسلتها كويس. هطلعها كده على طول من المية بتاعتها وعلى شفشق الخلاط على طول. وهنضيف عليها شوية مكونات هتودي الوصفة دي في حتة تانية خالص. معايا كده واحدة كده من الكيوي، والكيوي دلوقتي مالي السوق. حابة تزودي تحطي اتنين تمام براحتك، انا حطيت واحدة بس وكانت جميلة. تتقشر كده بكل سهولة. وهحطها مع الجرجير. جربوا بجد الوصفة دي، بس يا ريت بجد لو الوصفة دي عجبتكم شيروها لحبايبكم كده ولاصحابكم عشان الكل يستفاد. وما تنسوش بقى تدعموني كده بلايك، القناة لسه جديدة ومحتاجة كده تشجيع كده. ومحتاجة كده تقفوا جنبي. بصوا بقى كده قطعتها وحطيتها. ومعايا كده شوية من التمر او البلح الطري او العجوة. همسكه كده هو انضفه كويس. ولو عندك بلح ناشف على فكرة اللي هو بتاع رمضان حبة مركونين عندك كده زي كل البيوت. حطيهم كده في شوية مية كده دافيين وسيبيهم هيطروا شوية وتقدري تستخدميهم كده اهو. انا بقى البلح ده يعني هحلي بيه كده اسمه ايه، العصير بتاعنا. او المشروب بتاعنا دوت مش هنحتاج نحط له سكر تاني. لو انت حبيتي تزودي سكر تاني براحتك. ممكن تزودي كمية البلح عن كده براحتك، تقدري تزودي شوية عسل نحل زي ما انت حابه. تقدري تزودي كده براحتك. معايا هنا بقى كده قرنين موز برضو كانوا خلاص اخر حاجه كده، كانوا يعني قربوا كده كمان يبوظوا. فرحت جايه برضو مطلعهم كده وحطاهم. عايزه اقولك بجد الوصفه دي اللي قايل لي عليها كده عطار راجل كبير كده هوت. او مش عايزه اقول عليه عجوز، هو مش عجوز قوي بصراحه. بس بجد يعني الوصفه دي حلوه جدا. انا بقالي فتره كنت تعبانه وكده هوت، فالعطار ده قال لي على الوصفه دي. وعجبتني وحبيت اقول لكم عليها عشان الكل يستفاد منها. عملتها وحتى ابني والله شرب منها عجبته. يعني ابني لسه صغير في سنة 6. شربها والله العظيم عجبته وفرح بيها قوي. المهم بقى هحط بقى كده كوباية لبن على قرنين الموز. و... وهحط بنفس الكوباية دي كوباية مية تاني من نفس الكوباية يعني من نفس كده مكان اللبن. خلاص كده اهو ما حطيتش بقى ولا سكر ولا اي حاجه. وهاخدهم كده على الخلاط. وهتلاقي اللون بقى يبدأ يتغير كده اهوت مع الضرب كويس. لون بقى الجرجير كده هيدي لون حلو. طبعا الجرجير ليه فوائد عاليه. والكيوي برضو والموز البلح اللي حطيناه. كل حاجه حطيناها مفيده، مفيش حاجه مش مفيده. بص بقى مع الضرب لون اللون كده بقى عامل ازاي. وطبعا البلح داب والجرجير ناعم وكل حاجه دابت مع بعضها. فضي بقى كده على طول واشربي كده ودي اولادك. بجد وصفة حلوة جدا. يعني عايزه اقولك لو حتى اطفالك مش راضيين ياكلوا شربوا كوبايه عصير من دي. فيها كميه فيتامينات ومقويات. حلوه جدا للذاكره وحلوه جدا للخمول وللوخم. انا عندي ليا فتره كده عندي خمول كده ووخم. فجربوا الوصفه دي كده هوت. وقولي رايكم فيها ايه. لو عجبتكم بقى شيروها لحبايبكم عشان الكل يستفاد. وما تنسوش بقى تدعموا القناة كده باللايك وانتي لسه بقى جديدة معايا في القناة يا ريت تشتركي في القناة. عشان ان شاء الله هنزل وصفات حلوة كتير، بنزل يعني حلويات واكل مطبخ عادي، اكل بيت عادي. بس كده بشوية تريكات كده حلوة وهتعجبكم. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.